السيناتور الديمقراطي بوب مناندس بيسلم النهارده نفسه للسجن في ولاية بنسلفانيا. ايه اللي بيحصل؟ طبعا السيناتور بوب مناندس كان حكم عليه بالسجن 11 سنة في قضية معروفة في تلقي رشاوي من مصر. كان هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية وخد رشاوي من مصر ومن حاجات تانية مش بس مصر، يعني أصحاب أعمال وحاجات زي كده لتسهيل شغلهم، ولكن كان في معونة ب 300 مليون دولار كانت واقفة لمصر، فهو خد رشاوي في الموضوع عشان يسهل ان مصر تستلم المعونة ديت. لما قبضوا عليه لقوا عنده فلوس كاش كتير، ولقوا عنده ذهب، سبائك ذهب، وعنده عربية مرسيدس خدها برضو هدية من مصر. وكان متدخل في الموضوع دوت رجال أعمال، منهم رجل أعمال مصري أمريكي كمان. حتى زوجته كانت في الموضوع، زوجته اسمها نادين، أصل لبناني، هي كمان في الموضوع، وهي هتسلم نفسها في شهر سبتمبر اللي جاي للسجن. هو كان المفروض ان هو يدخل السجن في بداية الشهر، يعني بعد كام يوم من بداية الشهر دوت، لكن هو طلب تأخير تسليم نفسه عشان يحضر حفل زفاف. وطبعا دي كانت قضية كبيرة وموضوع كبير، ولكن القانون هنا في أمريكا طبعا يشمل حتى واحد سيناتور كبير قعد في منصبه من 2006، قعد سنين طويلة. القضية ديت من السنة اللي فاتت، مع ذلك في الآخر اتهم وهو هيدخل السجن فيها. خلينا نشوف الدنيا توصل لغاية فين. تحياتي للجميع، وإلى العاصمة من نيوجيرسي، مع السلامة.